السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الزمالك العظيم، أعظم جمهور في الكون، أعظم جمهور في الكون. كابتن خالد الغندور كتب كلمتين حلوين قوي وعجبوني قوي، وكلمتين فعلا في الصميم. كابتن خالد الغندور بيقول إيه؟ الزمالك اتسحبت منه أرضه، الزمالك عليه فلوس للاعبين وأنديتهم، الزمالك عنده خناقات جوه مجلس الإدارة، الزمالك لعيبته بتشتكي عشان فلوسها، الزمالك انتقل اهم لاعبين للمنافس، الزمالك عنده لاعبين قدامى بيطلعوا في الاعلام عشان يكسبوا رضا المنافس، وفي النهاية الزمالك 18 نقطة زيه زي غيره. فعلا فعلا كل ده واحنا برضو زينا زي غيرنا في عدد النقاط. وكل ده اتعمل ليه؟ عشان يوقعونا، عشان احنا كنا متصدرين، عشان احنا بدأنا يتوفر لنا شوية استقرار وهدوء اللي عند غيرنا، اللي ما بنشوفش عنده مصيبة واحدة. فلازم يحصل معانا كده، ولازم ان احنا نبعد، عشان كل ما نقرب كل ما المنافس بيخاف، كل ما بنقرب كل ما المنافس بيخاف، وكان بيخاف، وكان بيخاف وبيخاف فعلا. ما تقوليش التعايش من نظرية مؤامرة كونية، عادي، الكرة مكسب وخسارة. كسبتني اخر ماتش انا اللي ضيعته من ايدي، بس انا بتكلم على المشاكل اللي بره الملعب، اللي بتأثر في الملعب. هل انت عندك نفس المشاكل دي؟ هل انت بتتعرض لنفس المشاكل دي؟ استحالة. فلازم اوقعك عشان الدلوعة تطلع على حسك.